ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ تعالوا شوفوا العدس بتاعي الحلو دوت. اكله شتويه بحت تدفينا من برد الشتاء. وعملت معاه شويه بتنجان مخلل زي ما انتم شايفين كده، حاجه عظمه بصراحه. وبصل اخضر بقى وشويه خضار، وعيشوا حياتكم مع العيش. عيش محمصاه في الفرن. تعالوا بقى نشوف العدس بتاعي الحلو دوت عاملاه ازاي. انا معايا هنا ربع كيلو عدس اصفر متنقي ومغسول كويس قوي. وكمان معايا بصلايه كبيره متقطعه زي ما انتم شايفين كده. ومعايا كمان جزرايه كبيره برضو متقطعه زي ما انتم شايفين كده. ومعايا بطاطسايه كبيره وطماطمايه وكمان 4 فصوص من الثوم. طبعا يا بنات انتوا شايفين الغلا اللي احنا فيه، فانا مش هتأيد بس ان انا كل ما اعمل اكلة حلوة هصورها، فبالتالي انا هصور معاكم الاكلات اللي انا بعملها عندي في البيت. هي هتبقى من غير لحوم او الموجود بقى. فاللي مش عايز يتفرج عادي، واللي عايز يتفرج يا ريت يتفرج ويكتب لي كومنت محفز كده علشان خاطر يشجعني ان انا استمر. واللي مش عايز يتفرج على الاكلات الاقتصادية بتاعتي او اللي من غير لحوم يقول لي مش عايز يتفرج عليها ليه. انا هنا زي ما انتم شايفين كده نزلت بالبصلايه بتاعتي بشوحها. لسه شايفاكي يا اللي ما حطيتليش اللايك، حطي اللايك. نزلت بالبصلايه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بشوحها. على فكره العدس ده كان طعمه تحفه جدا جدا جدا، وريحته كانت قلبة الدنيا. مع انه من غير لحوم. يعني مش كل حاجة هنعملها لازم يا لحمة يا فراخ يا سمك. لا، في ناس كتير قوي عايشة على من غير لحوم. يعني والله انا اعرف ناس فعلا بيعملوا لحوم كل شهر، ممكن يعملوا يا ما يعملوش. فالحمد لله على اي حال طبعا. وبالله عليكم دعموني وحطوا لي اللايك. انا هنا نزلت بالجزرايه زي ما انتم شايفين كده. بعد ما خليت البصلايه بتاعتي اتشوحت بتاع 3 دقايق كده. انا هعمل مده بين الخضار وبعضه، يعني دقيقتين 3 كده، واروح منزله النوع التالت. واللايك يا بنات بالله عليكم عشان هو ده اللي بيرفع الفيديو ويخليه يتشاف. الفيديو اللي فات مع انه كان حواوشي، ما تفاعلتوش معاه خالص. يعني كنت عاملاه بطريقه حلوه برضو واقتصادي جدا جدا جدا، وكان بربع كيلو لحمه. انا هنا نزلت بقى بالبطاطسايه زي ما انتم شايفين كده. وهشوحها برضو، وهنزل بعدها بالطماطمايه زي ما هتشوفوا معايا. وكمان هخلي التوم هيبقى اخر مرحله قبل العدس. يا ريت يا بنات اللي بيتفرج عليا يقول لي بيتفرج عليا منين والطريقه ديت حلوه ولا لا، وهو بيعمله ازاي. وهبقى ممنونه جدا جدا ليكوا لو حطيتولي لايك وكومنت محفز يشجعني على الاكلات الاقتصاديه اللي من غير لحوم. طبعا انتوا شايفين الغلا والقرف اللي احنا فيه. انا هنا حطيت الطماطمية زي ما انتوا شايفين. بعدها كده بشويه هنزل بالثوم. انا مش هحط توابل دلوقتي خالص في الخضار غير بعد ما العدس يتسلق مع الخضار. زي ما انتم شايفين معايا كده. اتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى كلكم تجربوا الوصفة دي. والله العظيم جميلة جدا يا بنات. مش كل حاجة تبقى لحمة وفراخ. او اللي مش عايز يتفرج على الاكلات الاقتصادية ديت برضو يا ريت يكتب لي ليه. الناس الغلابة معظمهم عايشين على كده. طبعا انا هنزل بالثوم دلوقتي بقى وبعديه بالعدس طبعا. اخر حاجة معايا الثوم. بصوا لون الخضار جميل جميل ازاي يا جماعة. كان طعمه حلو قوي قوي يعني. عملته والله العظيم ما باتش بجد. كنت عاملاه اتغدينا بيه وفضلوا كل اللي عايز بقى من ساعة الغدا، من الساعة 2 الظهر لحد اخر النهار. كل اللي عايز حاجة كان بياخدها لحد ما الحمد لله الحلة باتت مغسولة. ومفيد على فكرة، يعني فيه بروتين برضو مكان اللحوم. دي اخر حاجة كنت حطاها هي العدس. طبعا هيتشوح برضو زي ما هتشوفوا معايا كده في قلب الخضار.
وبعدين هنزل عليهم طبعا بالمية بتاعتي اللي هيتسلقوا فيها، وخلاص هغطي الحلة كده. خلاص العدس عندي اتشوح. انا زي ما قلت لكم يا بنات ما بحطش فيه التوابل بتاعته دلوقتي خالص، وكمان انا مش هحط له توابل كتيره، يعني هي هتبقى حاجات بسيطه برضو زي ما هتشوفوا معايا. يا ريت تكملوا معايا الفيديو للاخر علشان خاطر تعرفوا التوابل هي ايه، وكمان يعني تستفيدوا من الوصفه، يعني عادي كلنا بنفيد بعضينا. طبعا انا نزلت عليهم بالميه بقى، اغطي عليهم وهسيبهم لحد ما يتسلقوا خالص خالص خالص، يعني يتهرسوا كده، يتهمكوا في بعضهم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هو كان اتسلق زي ما انتوا شايفين على النار اهو. وكمان كنت حطيت شوية من البتنجان علشان خاطر يتسلقوا اخللهم معايا. انا بعمل البتنجان كده، بس بصراحة انا بحط فيه بنجر، بس النهاردة ما كانش متوفر عندي بنجر فما حطيتش. بعمله كمية وبخلله واحطه في علبة، وبقوم حطاه في التلاجة، كل ما بنحتاج بناخد منه. طبعا انا بعد ما يبرد بقى، انا خلاص طفيت عليه اهو، يبرد خالص تماما، وهضربه في الخلاط. يا اما بقى اللي عنده هاند بلندر في الحلة على طول وهو سخن كده عادي ممكن يضربه، بس انا ما عنديش هاند بلندر فعملته في الخلاط بعد ما برد. وطبعا جبت الحلة كده على النار، حطيت فيها برضو معلقتين 3 سمنة، ونزلت بشوية قليلة من الشعرية، طبعا عشان خاطر الشعرية بتشرب السوائل اللي في العدس، فما نكترش الكمية علشان خاطر ما يبقاش تخين قوي كده يتقطع مننا، يعني زي ما بتشيلوه بالمعلقة زي المهلبية بمعنى اصح. معلش على صوت القطر يا بنات، احنا عندنا القطر كده عشان انا قاعدة في مساكن، القطر على طول رايح جاي علينا. طبعا الشعرية بعد ما احمرت كده معايا، وكنت ضربت العدس في الخلاط، نعمته تماما، ما كانش باين فيه اي حاجة خالص. نزلت بالعدس على الشعرية زي ما انتم شايفين كده طبعا، وهقف اقلب على طول ايدي فيه، لان الشعرية ما بتاخدش حاجة على النار، يعني مجرد غلوة واحدة هتبصوا تلاقوا الشعرية استوت فيه. في المرحلة دي طبعا انا هديله بقى التوابل بتاعته دي، واحدة من الماجي زي ما انتم شايفين كده، وكمان ربع معلقة من الفلفل الاسود، او لو متوفر عندك ابيض ماشي، وكمان نص معلقة صغيرة من الكزبرة، ونص معلقة صغيرة من الكمون، وطبعا الملح ما ننساهوش يا بنات. وكمان لو عندي بابريكا بحط، بس انا ما كانش متوفر عندي بابريكا فاكتفيت بالتوابل اللي انتوا شايفتوها معايا دي. ودي طبعا وهو على النار كان خلاص استوى تماما، وكان شكله جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده، والطعم بتاعه كان فظيع يا بنات. وطبعا انا غرفته زي ما انتوا شايفين معايا كده. قولي بقى ايه رأيكم؟ عدس وبتنجان، اكله حلوه جدا جدا، يعني ما كلفتنيش حاجه غير 8 جنيه حق العدس بس. وطبعا كان عندي بصل، البصل بتاعي عندي بصل اخضر، او زي ما تحبوا، اللي عايز ياكل جنبيه بصل ممكن ياكل جنبيه بصل